بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صباح نشير. صباح الخير أينما كنتم، وكل عام وانت بألف خير لجميع المحتفلين، ويسعد صباحك لميا. صباح الخير ازدهار، وأكيد إلكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم تنعمون بالخير والبركة. لكن كيف ممكن نفرح والحزن مالئ قلوبنا؟ الغضب مسيطر على نفوسنا، والمرض سالب منا أغلى ما نملك، أرواحنا. كيف ممكن نحكي عن التسامح والمحبة وفي ناس ما بتعرف معنى الرحمة، وبالمقابل في ناس استسلمت للظلم والطغيان؟ كيف ممكن نعيد وفي دمعة أم ما جفت، وفي وجع قلب عم يحس بدون ولده وكأنه عم بغرق؟ تخبطات عاشتها الإنسانية على مدار حول كامل، بس الرجاء، الأمل والإيمان قادرين يبددوا هالمشاعر ويبشروا ببكرة جديد. وأكيد الاستسلام مش حيكون له مكان بقلوبنا اللي خلقت لتفرح وتعلم الناس معنى الفرح. ورح يضل الأمل اللي انولد مع هالصغير اللي أجا من أكثر من 2000 سنة قادر يعيد الحسابات ويقلب كل الموازين، هو اللي خبرنا إنه العظمة تواضع، وإنه الغنى إيمان، وإنه الربح الحقيقي بعيد فوق بالسما. هو اللي أجا عشان الناس المتألمة الحزينة والمتعذبة حتى يريحهن، لأنه على ثقة دائمة إنه ما بعد الضيق والشدة إلا النور والفرج. لأنه هو اللي قال لتلاميذه: ثقوا إني قد غلبت العالم، وقالهن كمان: لا تخافوا أنا معكم. شو قال المسيح؟ ثقوا بالله، ثقوا بي، ثقوا إني قد غلبت العالم. ثقوا أني قد غلبت العالم. شو المقصود هون بالعالم يا ازدهار؟ العالم، الكيان، الوجود، هو كل الناس اللي فيها شر. ثقوا إني قد غلبت العالم، يعني أنا غلبت كل شر، غلبت كل ظلم، غلبت كل حقد، كل حسد، كل قسوة، كل طغيان. فاهمة كيف؟ هذا هو العالم. لأنه العالم إذا بدك تختصريه بكلمة واحدة، هو مش دائما إشي حلو كتير. هو فيه المنيح وفيه العاطل، دائما كل شيء له نقيض يعني موجود بالحياة. وهيك يمكن أجا الوقت نستقبل نرحب بالشخص اللي هو لب القصة كلياتها بهذا الموضوع، واللي راح يبشرنا بكل الأخبار الحلوة على عيد الميلاد. بنرحب اليوم طبعا بالأب الإيكونوموس صالح خوري، كاهن سخنين للروم الأرثوذكس. أهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنت بتنعم بالصحة، الخير والبركة، وجميع المحتفلين بمولد السيد المسيح. كل عام وانتم بخير عمي. انت بألف خير، يسعد صباحك وشرفتنا. أهلين عمي، يا هلا بيكم. طبعا احنا بنشكركم جميعا في احنا تي في. هاي القناة اللي انا اجيت بعدة مقابلات إلها، واصبح في قلبي محبة خاصة إلها ولكل المستمعين. شعور متبادل، لك منزلة عندنا يعني في القلب. تسلم يا عمي، خلينا أبونا نتحدث عن نبي السلام، عن نبي الإنسانية، نبي المحبة المخلص، في زمن لم نعد فيه نذق طعم السلام، لم يعد هناك ذلك المتسع للإنسانية والمحبة. حسب رأيك كيف منسيطر على هذه المشاعر؟ الحقيقة عمي إنه اللي تفضلت فيه إنه إحنا في زمن لا نحسد عليه. صحيح. وما كان له سابق إنذار يعني. السيد المسيح طلب مننا إنه الاهتمام بأنفسنا وفي الناس كلها، حتى العبادة، الصلاة قالنا: أما عبادتي فلتتوقف حتى تصاني المحبة بينكم. فالمحبة هي أساس العلاقات الاجتماعية جميعا، والسيد المسيح هو صاحب المحبة. لما سيد المسيح جاء إلى الأرض والملائكة تبشر: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كيف ممكن تكون في الناس مسرة إذا ما التزمنا للكتب السماوية؟ إذا إحنا كنا أنانيين في هالعالم الأناني، هذا مرفوض من وجهة نظر الدين، هذا مرفوض، غير مقبول. صح. الكتب السماوية جميعها تنادي بالمحبة، طبعا كلها بتنادي بالمحبة، بمحبة الإنسان لأخوه الإنسان بغض النظر لكونه إنسان. صحيح. فمحبة الإنسان يجب أن تكون في داخلنا للإنسان الآخر لكونه إنسان. ما قال إذا طويل ولا إذا قصير ولا إذا مسلم ولا إذا مسيحي ولا يهودي، لا لا لا، للإنسان.
بتعرف مرات أنا بستغرب أبونا، يعني الحياة فيها أسرار، بس في يعني جملة أنا ما بعرفها بالضبط كيف وردت في الحديث النبوي، بس بما معنى أنه الإنسان لما بيحب لأخوه الإنسان الخير الله بيعطيه ضعفه. يعني ربنا كشف السر للسعادة وكشف السر للحياة الهنيئة واللي فيها بهجة وفيها غبطة وفيها مسرة، لكن إحنا اللي بنختار. يعني أنا حسب اعتقادي إحنا بنختار الشر، إحنا بنختار ما نتعظ، ما نمشي بالنصائح باللي انقال بالكتب السماوية، باللي انقال بالحديث النبوي أو الأحاديث النبوية. فأنا بقول الشيء من اختيارنا. صح. سيد المسيح قال إذا أحببت من يحبك فأي فضل إلك. لما دعانا شوي هي طبعا ثقيلة من حسها، لما دعانا إنه نحب أعدائنا. والحمد لله ما إلنا أعداء. إذا محبتنا يجب أن تكون للآخرين. إذا أحببنا من يحبك فأي فضل لك، يعني إشي طبيعي تحب الإنسان، الإنسان لكونه إنسان. وحتى أكد عليها لمن قال حبوا حتى أعداءكم. والحمد لله ما إلنا أعداء، لأنه الإنسان هو أخو للإنسان بإنسانيته. فعلا مش مفروض نصل لوضع إنه نسمي الإنسان اللي عقبالنا عدو. لا ولا يمكن. ما في توافق فكري، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. صح. يعني كل وقتنا إحنا لازم نمشي حسب هاي النظرية أو حسب هذا المبدأ. مزبوط. يمكن مش أحلى إشي ألتقي فيك وأجتمع فيك وأسهر معك وأنا وأفتح معك الأحاديث وأتبادل معك أطراف الحديث، لكن بالمقابل ما بسميك عدوي. طبعا هو والله شو رأيك ازدهار؟ صحيح. بالآخر في لك أعداء. على فكرة الإنسان اللي له أعداء معناه أنه هو الذي يكمن في داخله الضغينة. أنا بسامح عشان أرتاح. صح. عشان هيك ما عنديش أعداء 100%. إذا المطلوب هو المسامحة. يعني من السيد المسيح بقولنا من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. إذا السيد المسيح هو طلب هاي الشغلة مننا. حتى مين مش العدو، يعني اللي اعتدى عليك. إذا اعتدى عليك الإنسان أنت سامحه وقل له الله يسامحك. ضربت منها الناحة أضرب كمان. الحياة فانية وبالآخر كلنا لها طبعا للنهاية. طبعا عم نشوف سنة كانت مليئة بالصراعات والأحداث الصعبة. هل هنالك شيء ثمين لهذه الدرجة لكي نتقاتل وكي نتحارب ولكي أنه يتفشى الحزن والأسى بيننا؟ خلينا نعطي تعريف للحياة. شو برأيك بنظرك الحياة، معنى الحياة؟ الحياة عمي أن نبتعد عن الأنانية. إذا ابتعدنا عن الأنانية وحب النفس معناها ما عاد بيني وبين الآخرين أي نزاع. لمن بيكون قدامنا مثلا واجب معين وهذا الواجب أنا حبيته إلي، معناها أنا عاديت الآخر. بالعكس أنا لازم أطلب الخير للآخر وأقول له تفضل يا حبيبي خذ أنت وأنا لاحق. إذا بحالة عن هالزيلة أنا بعدت عن الأنانية البغيضة أنا بدي أسميها. إذا أنا بخير والآخر اللي عقبالي بخير. لمن حس مني بقول له مرحبا، ببادله كلمات حلوة. لا يمكن أن يبادلني بكلمات مش مقبولة. لا يمكن. أنا متأكد هذا الكلام يستطيع أن يمر هذه الأيام. لو قارنا الأيام اليوم، الحياة اليوم ما بين اليوم والماضي، من ترجح كفته يعني بين الماضي والحاضر؟ بهاي النواحي ما في مقارنة بين حياتنا اليوم وحياتنا السابقة. يعني أنا بعرف أبا عن جد، برجع بس جد أو جدين لوراء. الحمد لله أنا الخور السادس من بيتنا، ولكن برجع جد أو جدين. أنا بعرف إنه مشايخ سخنين، أهلنا من سخنين مشايخها كانت يوم عند حياة سيدي، يوم مرتين في اليوم ويسهروا مع بعض. وحياتهم لو بدي أقارنها في اليوم متأسف أقول إنه إخوة اليوم مش مثل حياة الشيخ اللي هو الإمام والخوري والمشايخ قبل. يعني ما في وجه شبه، اختلاف كلي وجذري، وأنا مسؤول عن كلماتي. كان في تسامر وجلسات، كان في على الآخر أكثر. يعني للأسف الشديد أنا يعني قارنتها بحياة الإخوة اليوم.
صدقيني مرات الإخوة اليوم بشوفوش بعضهم بالجمعتين بالثلاثة بالشهر بالشهرين وقد يكون أكثر. صحيح. بينما قبل كانوا في اليوم يتلاقوا مرتين، مشايخ سخنين كلهن مع الخوري والخطيب يتلاقوا. فهل في وجه شبه بين هاي الحياة وبين هاي ولا الحياة؟ فرق ما بين مسيحي لا 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 لا. ومسلم. بدي أقول لك إشي واحد من أجل عندي قبل ما أصير خوري مجموعة من أهلنا اليهود وحكيت لنا عن سخنين، هالحكي بال 2005 وبالآخر أحد الشباب بيسألني بقول لي حكيت لنا عن سخنين إنه سخنين 25,000، ما قلت لي عن عددكم أنتم المسيحيين. جاوبته. وحياتكم بحكي بكل أمانة وتناقلوها على لساني، لا فرق لا. بنعرفهاش بسخنين إحنا هاي. قلت لنا عددنا إحنا المسيحيين؟ قال لي آه. قلت له إحنا 25,000. قال كيف ما سخنين كلها 25,000؟ قلت له نعم حبيبي، إحنا بهاي البلد كلنا إسلام سواسية وكلنا مسيحية، واللغة تبعتكم هي بتمشيش عندنا بسخنين. اسأل مين بدك إذا بيعرف بسخنين كلها قديش عدد المسيحيين بكون أنا والنبي. وإلى اليوم وهذا موجود. هاي اصلا هذا الحكي اللي عم تحكيه ابونا هو بنطبق على المقوله اللي بتقول سياسه فرق تسد. يعني لما انا بدي اقول هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا اكس وهذا واي، انا هيك انا جبت التفرقه، جبت الاختلاف. هذا اللي انا ما بحبه، انه وفي الاختلاف دائما رحمه للناس، وفي الاختلاف دائما لكن انه مش حلو عن جد بالديانات يعمل إشي اللي هو مش كتير مريح بقلب البيوت وبقلب البلاد. والى اليوم سخنين تعد بلد الاخوه، بلد التسامح. يعني صح. لا تشعر ان هذا مسلم او هذا مسيحي. يعني اصلا هاي المسميات هي نوع من العنصريه والطائفيه، يعني ما لهاش معنى. الأخت لميا، سياسة فرق تسد هاي سياسة مقصودة. ليش؟ لإضعاف الكيان العربي اللي احنا 24 أو 23% إذا بدهم يقعدوا يقسموهم طبعا بطل إلن تأثير. فإحنا واعيين لهي الشغلة، وسياسة فرق تسد بتمشيش عندنا بسخنين. لا يمكن لأي سياسة تفرق الأهل عن بعض، لأنه إحنا أهل، إحنا عرب قبل ما نكون إسلام وقبل ما نكون مسيحيين أو دروز أو الإنسان لأخوه الإنسان بغض النظر مين هو ومن أي دين ومن نعم. أي بلد وإيش لونه وإلى آخره. نعم. من شوي حكت ازدهار إنه الأحداث مش كثير مريحة، ولكن سؤالي لك، هل وجود هاي الجراح الآلام هو لحتى نغير من أفكارنا، لحتى نغير من سلوكياتنا، من أهدافنا، من رؤيتنا للأمور لربما؟ طبعا ما في شك. لما إحنا بنصل لنتائج معينة، المشاكل اللي بتحدث، الإطلاق النار اللي بنحسه واللي نتيجته بنخسر ناس، لمن إحنا خسرنا لحد اليوم 125 ضحية خلال سنة. يعني لو إحنا رجعنا لحالنا ولتفكيرنا الصحيح القويم، طيب ال 125 هذول بلد صغير، مين اللي خسرن؟ أهليهن شعبنا بشكل عام، شعبنا العربي بشكل عام. صح. إحنا ما بدنا ندخل للسياسة أكثر من هيك أكيد. أما هاي لحالها بتكفي لكل الشباب، لكل المجتمع. كفى لهذه الأحداث. ما بتخدمنا، ما بتخدم أصالتنا. صحيح. بما أنه عم نحكي على الشباب وعم بتقولهن أنت كفى، رح أذكر أنا بعض آيات اللي قيلت في القرآن الكريم. الآيات بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هناك الكثير طبعا من الأمور اللي أوصى فيها النبي خلال قراءتنا لها الآيات. كيف يمكن انه احنا نزود هاي القيم؟ يعني هون بحكي انه امرني بالصلاه، هل شبابنا اليوم بتصلي؟ هل بتعرف شو يعني صلاه؟ امرنا بالزكاه، هل بيعطوا الصدقات؟ هل بيعطوا للانسان المحتاج والمسكين والفقير؟ برا بوالدتي، هل في طاعه اليوم للاهل؟ هل انا بحترم امي كفايه؟ بحترم والدي كفايه؟ هل عم بيكون انصياع للاوامر اللي امر فيها الدين؟ وكيف ممكن نزود هاي الامور في هذا الزمن الصعب؟ عمي، الخير موجود، الخير موجود، لا يمكن للخير ينتهي، ولكن
للأسف الشديد كذلك المشاكل والسلوك الغير طبيعي لأصالتنا كمان عم يزداد. أما ما دام الخير موجود، كيف ممكن نحد منه لهذا الشر اللي عم بيستشرب العالم؟ كيف ممكن؟ فقط بعودتنا إلى أصالتنا، إلى عروبتنا، إلى دياناتنا السماوية اللي بتدعو الابتعاد عن الأنانية وعن محبة الذات أكثر من اللازم، اللي بتدعونا لعبادة الله الواحد. يعني بلا مؤاخذة، إن كان مسيحي يعبد مين؟ الله سبحانه. إن كان مسلم الله سبحانه وتعالى، درزي الله سبحانه وتعالى. إذا ما دام كلنا لنفس هالمصدر، وأنا وياك أهل وإخوة وولاد عم وشعب واحد، فهل بقى لهاي الغوغاء اللي عم تصير اليوم، هل بقى لها مكان في حياتنا، في تعاملنا، في سياستنا؟ أنا بآمن إنه البيت له تأثير طبعا. لما الأم أو الأب يربي أطفاله وأولاده على حب الغير. يعني زمان كانت الأم قبل ما تاكل من طبختها تبعتها لجارتها المسيحية أو المسلمة يعزموا بعض على الموائد، حتى وقت الشدائد بتشوف المسلم حد المسيحي والمسيحي حد المسلم. صح. فتأثير البيوت وتربية البيوت إلها تأثير. الأم هي اللي والأب كمان هو اللي بيصحح مسار ابنه، هو اللي بيعطيه الأوامر والمبادئ كيف يطلع على الحياة. وحضرتك أكيد تربيت على هاي التربية لحتى أنت وصلت لهيك درجة من الرتب الدينية. على كل حال عمي بدي أقول إشي واحد، إنه لما إحنا تربينا على محبة الآخر وزرعنا في داخلنا محبة الآخر، لا يمكن إن يكون عندنا أي توجه أو تفكير غير المحبة، غير الأصالة، غير السلوك الطبيعي، غير الصدق، غير الأمانة. لا يمكن. وبديش أبالغ، يمكن تقول الخوري ببالغ. أنا حكيت وبحكي إنه أنا بالنسبة إلي بحب الآخر قبل ما أحب لنفسي. أعطيكم مثال واحد صغير. أنا أتعلم أولادي 2 في الأردن، وهي حقيقة الحمد لله الله بيعرفها والناس بتعرفها. صدقوني كل واحد تعلم 4 سنين دينار واحد ما طلعت له من كمنحة. يعني إذا بقولكم إنه بروح على أم الفحم بقعد في عرس 10-15 بيجوا بيقبلوني، أبونا أنا سعدت محبة. ابن فلان أو بنت فلاني أو هو ابن أخوي أو ابن أختي. بقول له يا عمي أنا ما بعمل من شان أذكر، أنا بعمل لوجه الله. في الوقت اللي أولادي ما أخذت لهم أي منحة. المحبة أنا بحب الآخر حتى ولو على حسابي، بريد الخير للآخر، بعدين إلي إذا ظل بعدين إلي وللآخرين. تعرف يمكن أجمل ما في المحبة أبونا إنه إلها تردد. يعني كيف في تردد لقناة معينة بنقول التردد تبعها قديش على التلفزيون، المحبة في إلها ذبذبات معينة، صح. إفرازات معينة اللي مع الأيام بترجع لك. مزبوط. هذا الإشي عن جد يمكن هو أهم. أنا حسيته وأنا بحسه في حياتي اليومية، في علاقتي مع كل مجتمعنا، أنا بحسه شخصيا. ولولا ما أنا عملت خير مع هاي الناس ما بتتعامل معي، ما بتتجاوب معي بهاي الطريقة، ما بتحترمني بهذا الاحترام. الحمد لله أنا محبة الغير هي أساس. شو ورثك حضرة الوالد أبوك والدك اللي هو كمان كان في رتبة دينية لها مقامها في الطائفة؟ الحمد لله ورثني إشي واحد. لمن قلت له إنه يابا الطائفة بدياني خوري، قال لي يابا ليش لا، كل احترام. اسمع، قلت له نعم. قال لي انت بدك تصير خوري والطائفة بدياك. انا بقول لك اشي واحد، بكرة كل اشي بتقدر عليه انت مش بس خوري لطائفتك، انت خوري لكل سخنين. كل اشي بتقدر عليه لسخنين بدك تعمله قبل بيتك. هاي جملة ابوي، وصدقيني كان جوابي له انه يابا كل مجتمعي راح افضله على اولادي. بتطبق لحد وفعلا اليوم. الحمد لله الله عاني وطبقته. وكل ما اتذكر هاي دموعي بتنزل صدقي. ابونا ثلاث صفات تحكيهن لكل حدا عم بيشاهدنا بهاي اللحظات اللي فيهن بتلخص الانسان اذا بده يعيش بحياه سعيده اليوم
شو لازم يتوفر فيه من عمي، صفات؟ أول شيء هالعالم اللي عم نعيشه إحنا اليوم بتجديداته وبعدم احترامه، بقول لهم ابتعدوا عن الأنانية. كثير ذكرت الأنانية على شيء فكرة. واحد، محبة النفس. حب لغيرك ما لأنه- تحب لنفسك. أيوة، إذا أحببت يحبك، فما هو فضلك على الحياة؟ حبوا، قلناها حبوا أعداءكم. إذا عدم الأنانية، المحبة، محبة الآخر، والشعور إنه الآخر هو أنا. الآخر هو أنا، كيف بدي الناس تعاملني؟ أنا بدي أعامل الناس، بقبلش غير هيك. موعظة للسيد المسيح بتحكيها للمحتفلين بعيد السيد المسيح. إيش قصدك بالموعظة يعني؟ أنا ما بعرف، بنهاية السنة هيك بالضبط. تختم فيها. كثير يمكن شكل أقوال أمنية يعني، شكل أمنية. ممكن. بنفع. والله أنا شو بدي أقول، أنا دائما وأبدا أتضرع وأرفع أكف الضراع للباري تعالى، إنه يضع في قلوبنا، كل المجتمع، قلوب لحمية، يجعلها تنتفض محبة، صدق، أمانة، أصالة مع الآخر. لأن كيف قلت بدي أرجع وأقول، لأنه الآخر هو أنا، وإذا كنت أنا بحترم الآخر بكل ما عنده مهما كان سلوكه معي، لا شك إلا أنا بدي أكون محبوب، بدي يكون متبادل، بدي يكون متبادل، بدي يكون بالضبط. سلوك متبادل. لأنه أملي في هالدنيا كثير جدا إنه نترك هالأمور اللي إحنا استحدثناها اليوم، واللي برفضها مجتمعنا، ترفضها عروبتنا، ترفضها أصالتنا، اللي هي بيسيطر عليها الأنانية لدرجة إنه الإنسان بحب كل إشي إله، ومهما يكلفه مش جاء على باله. لذلك أمنيتي إنه إن شاء الله نعود لرشدنا، لدياناتنا السماوية، لمحبتنا، ونشعر إنه واجب علي أنا إني أحترم الآخر حتى الآخر يحترمني، وهيك بنكون في السعادة، بنكون في الميلاد. يعني بدي أقول لك حدث معين بهذا العيد الميلاد، حسيت وكتب في الإعلام إنه في الجولان قرية من أهلنا الدروز قاموا، كان عندهم مسيحيين، ولكن الكنيسة هجرت لأنه ما عاد مسيحيين. اتدخلوا شخصيا وراحوا صلحوا الكنيسة، وراحوا بعيد الميلاد حطوا شجرة ميلاد باب الكنيسة حتى يشعروهم بأجواء العيد. ايش بقول لك هذا؟ شيء ثاني عم سعادة. شيء ثاني يابا، بشعب كان مسيحيين، وحياة سيدي الخوري سليم كان خوري لشعب. بهاي المناسبة، هاي السنة الثالثة اللي اتصل في رئيس المجلس في شعب، دعانا لشعب اللي فيهاش ولا مسيحي إسا، واحتفلنا معا في إضاءة شجرة الميلاد، احتراما للذكرى اللي كانوا موجودين. طبعا. فايش بشعر انا في داخلي؟ اكيد بسعاده، بكل السعاده، ما فيش بعدها سعاده عمي، ما في سعاده بعدها. انا بشعر انه اصبح العيد هاي السعاده الانسانيه، سبب لتقارب الناس مع بعض، سبب للمحبه، اصبح عيد عام للكل اللي احنا بحاجته اليوم. وين بعد في يعني محبة اليوم؟ قليل جدا. والحمد لله الخميرة مليحة، وإن شاء الله بتضل خميرة، وما حدا يفرق بيننا، يعني إحنا إن شاء الله هذا أملنا، إذا إحنا قلوبنا مستعدة لسماع التوجه اللطيف والمحب اللي إحنا نعمله نحو الآخر. أبونا يعني كم سعدنا بلقائنا معك، بالذات إنه افتتحنا هالصباح فيك، كلماتك الجميلة الراقية اللي بتدعو للتسامح، للمحبة، للخير، لنبذ ورفض الأنانية وحب الغير، مثل حب الغير مثل حبك لنفسك. نشكرك كثير، نشكرك كثير. بالعكس أنا اللي بشكركم، لأني تعودت إنه بهالمناسبات الطيبة بحس فيكم الصدق، وفيكم العروبة، فيكم الأصالة،
إنه نعرض هالأحداث الدينية وهالمناسبات الدينية. أنا ما بقول عيد الميلاد ولا طائفة، وإنما عيد الميلاد لكل قلب فيه محبة للآخر، صحيح. فيه لطافة للآخر، فيه أصالة، فيه عروبة للآخر. ولذلك أنا مستعد أني أخدمكم في بتشرفنا كل فعلا. مناسبة، وهذا شرف إلي أني أكون عندكم. شكرا. والله بس يخليني إياكم جميعا. معايدة منك لجميع المشاهدين والمحتفلين بالعيد ولجميع هي الأمة هون المسيحية كمان. والإسلامية باختتام هاي السنة وبدء كمان سنة جديدة كمرتك هناك. تسلمي. طبعا إيش أنا بدي أقول، لازم تسلمي لمياء لأنه اسمي بذكرك بإشي حلو. نحن الكاميرا مش حلو. بذكرني كمان إني تحسي إني أنا متأثر على هذا الاسم كثير كثير. إن شاء الله يا رب. الحمد لله الله يرحمها يرحمها. الوالدة. الزوجة آسفة. أنا بشوف إنه كل الناس أهلي وكل أحبائي وكل أعزائي. لذلك أنا مرة أخرى بقول إنه دائما برفع أكف الضراع على الباري تعالى إنه يجعل السنة القادمة سنة عودي إلى الأصالة، عودي إلى المحبة، عودي إلى السلام، عودي إلى الاحترام اللي إحنا عم نفقده بهاي الحياة بهاي الأيام. لذلك أنا كل أمل إنه الله سبحانه وتعالى يجعل السنة القادمة سنة خير، سنة محبة. الخير مش إني آكل وأشرب، الخير إني أحب أخوي الإنسان والإنسان يحبني. هذا هو الخير، إنه آكل أشرب كله عم تأكل وكله عم تشرب ومش ناقص الناس إشي، ناقصها إني أحب الآخر والآخر يحبني، أعطي الخير للآخر بعدين لنفسي، إني أضحي في سبيل الآخر، أقدم كل ما أملك. ونتأمل من الله إنه يجعلها سنة خير، سنة آمين. سلام. آمين. آمين. ويرفع عنا هاي الويلات. آمين. وخاصة هالكورونا اللي أصبحت اليوم يعني سبب في ابتعاد الناس العلاقات. عن بعض، وإحنا مقدمين على أعياد ميلاد حسب التقويم الأرثوذكسي اللي بده يكون صلوات وبده يكون كذا. فالكمال عند ربنا، وإن شاء الله دائما وأبدا بنقول الله يجعلها سنة خير نبتعد فيها أخرى مرة عن المشاكل اللي عم نحسها في أيامنا هاي، ونحس بالسعادة والإيمان عن طريق هاي الأعياد اللي بتدعونا للمحبة. آمين. كل عام وانتم بخير. آمين آمين. كل عام وانت بخير. لا فض فوك أبونا. هيك يمكن إجا الوقت لننتقل لحكمة اليوم. في نهاية السنة قف على حافة حلمك، لا تدعه يفلت، تشبث به، عانقه واخلص له. قل وداعا للراحلين وأهلا بالقادمين. ضع الظالم للخالق، فهناك رب واحد يرى كل واحد، يتكفل به ويعطيه بقدر ما أعطاه. رمم جراحك، سامح، وحرر ما في داخلك من ألم وخيبة وملامة. ابتسم لكل خسارة فهي مؤقتة، وثق بأن الله لن يحملك ما لا طاقة لك به. عيش حياتك ولا تتذمر، ولا تصغي لكلمة يمكنها أن تغير مزاجك. أعطي الفرص، تعلم، واملأ أوقات فراغك بما تحب وبمن تحب. لا تكن عابرا، كن أنت ذا التأثير. فالأعوام أرقام، فكن مثلها رقما صعبا لا يستهان. وأخيرا لتكن الخير في كل عام. الله الله، جميل رائع يا لميا. شو الأخبار هيك شايفتي لي إياها فكرة بنهاية كل سنة إحنا دايما بيكون في عنا أمنيات جديدة وتطلعات جديدة للعام القادم. بس أنا بآمن كل سنة في خيبات، كل سنة في زعل، كل سنة في تحديات، كل سنة في فشل، في ناس بتروح في ناس بتيجي. فأنا بآمن إن اللي حكيتيها اليوم الحكمة تنطبق على كل سنة وتعاد في كل سنة. صح. والحلو انك انت تطلع عليها بعين يعني ثانويه، مش بالعين الجوهريه اللي انت عن جد بدك تشوفي فيها عن كثب الامور الرئيسيه بحياتك. خلص بنشوفها بهاي العين العابره خلينا نقولها، بينما احنا ما نكون عابرين. الامور عابره، نحن لسنا عابرين. اجى الوقت نستقبل انغش ضيف يمكن معنا لليوم، ايات عاصله ممثله. صباح الخيرات يا ايات. يسعد صباحك يا ايات، شرفتينا. صباحك يا ربي. نحكي يسلموا كثير. على فكره انا رح اخذ النصيحه بالحكمه اللي قلتيها عن جد كثير حلوه. يلا معناته كمان ببعث لك اياها واتساب بس تطلع. هات نحكي. انت اليوم بنحكي عن ممثله، حبك للتمثيل من وين بدا ومن وين اجى؟
أنا كتير بحب التمثيل وأنا صغيرة. لدرجة إنه أنا صرت كتير أشوف أفلام وتلفزيون وهيك، والإشي شجعني أكتر. بقول ليش إنه بقاش إني أحسن مني، ليه ما أنا كمان إنه أجرب لما أنا عندي الشغف للتمثيل. مين كنت تتابعي؟ صراحة أنا كنت أتابع ممثلين بتعرفي إذا كتير يعني عرب ولا أجانب؟ بتحكي عن أكتر عرب. عن عرب. بتحكي عن رشدي أباظة وعن عادل إمام وكل هدول الكلاسيكيين، وبتعرفي كلهم. هسه مع الوقت بلشت إنه أكتشف إنه أنا لا لازم إنه أطور حالي. تعلمت مسرح. حسيت إنه المسرح في عندي أشياء اللي أنا ما كنتش بتوقع إنه هي عندي، إنه بس أقف على المسرح بطلع كل شيء، ينطلق الشخص، بتصير إشي تاني، واحد تاني. مع إنه في أشخاص بصيبهن العكس، إنه هن صعب يواجهوا الجمهور، فبيكون عندهم هاي الصعوبة، فهن لما بيطلعوا على المسرح بيثبتوا عكس شو أنت حكيتي أول مسرحية، يعني أول إشي عملتها ذاكرة أول مسرحية شو اسمها؟ عنف ضد النساء. صراحة أنا كنت كتير خايفة لدرجة صرت أرج. هذا الانفعال طبيعي. أمام مين كانت؟ وين هاي المسرحية؟ عملتها بطول كرم. أنا وأكم من شخص. أنا الصراحة بالعكس أنا كتير حبيت، لأنه أنت مرأة وبتحس بالمرأة شو هي، إيش بتعاني بحياتها. بعد ما خلصت أنا كانوا كمان في أولاد صغار قالوا لي بنفع شوي، في بنات قعدوا يبكوا، بقول لهم مالكم؟ بقولوا لي إنه أبوي هيك بيعمل لي أمي. يا الله. اسمع أنا يمكن أجد أبكي، بس مسكت حالي بديش أورجيهن ضعفي قدام الأولاد، يعني مش حلو، لازم تورجيهن إنه أنت قوية دايما. صح. لدرجة إنه بعدين أنا هديتهن شوي وحكينا، قلت لهن بتعرف حكيت معهم بطريقة حلوة وهديتهن. قضية المرأة تلامس كل بيت، يعني معنفة، مضروبة، مهانة، تسلب منها يعني حلم أو إيش بتحلم فيه. بموضوع المرأة يعني بخلص أحلى خيار بتختاريه بحياتك ازدهار، لأنها ازدهار مناصرة للمرأة من الدرجة الأولى. طبعا أنا بخلافها، أنا على فكرة بخلافها في بعض مرات. لا في أنا عندي تصفاي، يعني أنا مش كل امرأة هي بنظري امرأة، ومش كل مرأة هي مظلومة. بالضبط. في مرأة هي ظالمة كمان، وفي مرأة هي أكيد. أنا بعرف يعني أمثلة حية، ومش موضوعنا، يمكن بس عن جد ازدهار. بحب فيها قد ايه هي عن جد وحدة داعمة ومشجعة من الصبيب، مش بس مجرد إن نحكي يعني. لا يعني، وأنا مبسوطة إنك موجودة معنا اليوم. يعني امرأة وعم تتحدى بالتمثيل، مع إنه التمثيل بين قوسين كان من فترة معينة فتاة تدخل التمثيل، معناه هنا في بين قوسين شيء غير صحيح، أو بالزبط. بتم منعها أو بحطوا عثرات صح. أمامها. مجتمعنا بتقبلش إنه بنت تمثل. شو العثرات والتحديات اللي كانت أمامك؟ يعني أول الطريق، أول إشي إنه بتعرفي دائما بيقولوا لك لا ومش حلو وممنوع. لا. ممنوع إنه أنت بنت وعربية، ومجتمعنا بتقبلش جوا بالتمثيل إنه بتمنع. بالنسبة لإلهن إنه أنت طلعت على التلفزيون، يعني أنت فيكي إشي مش منيح. مش ممكن بنحكي على لقطات معينة اللي فيها في مشاهد اللي غير مرغوب فيها، أو لباس غير مرغوب فيه، ممكن عشان هيك بتتم قضية المنع أو عدم. صح. بس لما الانسان بيعرف الحدود اللي عنده، مثلا انا بعرف انه انا مثلا لما بمثل بقول لهم انا بديش امثل هذا المقطع، بيحترموا. حتى لو مثلا في عندك بتكون اغراءات ماديه، انه هذا المقطع مقابل مبلغ مادي اكس اللي هو مغري. احكي لك شيء، اجاني عروضات عن جد مغري، بس ما قبلتش. ياسمين عبد العزيز مين ما بيعرفها. كل الافلام اللي هي فيها اباحيه والافلام اللي فيها احضان والاعماق اللي بنحكي عنها ترفضها. بالضبط. مش هاي الاشياء اللي بتنجح، القضايا، الفن اللي من وراءه رساله، فن فاتن حمامه يعني. بالضبط. انا حتى لو يعرضوا علي، انا اخر همي يعني بهمنيش، انا بدي اعمل إشي انا مقتنعه فيه ومرتاحه فيه. انا مش جاي اعرض ازياء، ولا جاي اعرض انه شوفوني يا عالم، ولا اتشلح، ولا انه ولا اورجي الاشياء اللي مش مزبوطه. لانه اسمعي كمان انا في اولاد بيشوفوني، اولاد صغار يعني، ولما انا بمثل عن المراه وقضايا بالمجتمع اللي بتصير معنا، كثير قضايا انا مثلت عنها، العنف وكثير هيك،
انه مش حلو. انت بدك توصلي الرساله يا بتوصليها دغري يا هيك وهيك. حلو انك عم تحكي انك مثلتي كثير ادوار وعنف وامراه، مش بالضروره نحكي اسا حصرا على المراه، بس حكيت انك بتمرقي رساله. هل يجول اسا في خاطرك مشهد كلامي وانت حافظيته وبتحبي تحكيه هيك للمشاهد وقلنا كمان هيك نسمع، بس نشوفك بهذا الكاركتر الجدي او الكاركتر اللي هو مش هاي الانسان العادي، مع انه انا سمعت انه التمثيل هو ان لا تمثل، يعني انك تضلك على طبيعتك، لكن أكيد. يعني انا بحس انه يمكن ان لا تمثل يعني ما تكونش مصطنع، ولكن بشي مرحله بدك تقتبس او يعني تكون مش انت. قصدك انه انا مثل مثلا تحكي يعني هيك مقطع انت حافظيته او إذا مش مقطع، مش مقطع انه انا حافظيته. بس انا لمن بتعرض مثلا لكف انه حدا بضربني كف او هيك على الاشي كتير بأثر، انه خاصة لما زوجك يضربك قدام حدا، ولادك حتى، لانه انا كتير عم بشوف قصص كل يوم الاشي كتير بضايق. بس انا يعني كنت احكي لك الاشي، بتعيش الدور، بعيشه بالتصرفات، بالاحاسيس، بعيشه الاشي، يعني كتير 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 هيك بوجع انه للاعماق حتى يكون الاشي كمان يصل للرساله. كتير يعني انا عملت بروجكت مش مهيئه انك انت تعيش الدور، لانه بده يمكن بده كتير، هذا الراس بده كتير تركيز، بده كتير تدريب يعني وهيك. فهمتي كيف؟ انا عملت بروجكت كمان عن صور، هاي مش انا بلا عن كمان العنف، شو بيؤدي العنف، كيف العنف بصير، لدرجه انه زلمه بيضرب مرته، مش بس على فكره زلمه، ممكن متجوز، ممكن صديق، ممكن واحد مثلا. كتير قصص بسمع انه اصحاب بضربوا كمان، لدرجه انا بس اسمع عن عنف وهيك انا كتير بتضايق يعني، بمسكش حالي. احنا شايفين هون شهاده نرجع عليها شوي، ممكن نعرف انه من مين حصلتي عليها؟ من وزاره الثقافه بالاردن. رائع. تكريم من وزارة الثقافة في الأردن. شو مثلتي هناك؟ شو الدور يعني هناك اللي قمتي فيه؟ أول إشي أنا تطوعت بمؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد بينت. رائع. شفت أنا أطفال ذوي همم. رحت عندهن، عملت لهن فعاليات كتير أنا حبيت يعني، وكنت مين دعاكي للمشروع؟ عندن من الشرطة هناك دائما كانوا يدعوني وهيك أشارك. ورحت عندن يوم كامل تقريبا، رسمت معهن، لونت، قصيت، كتير كان يوم حلو يعني. كنت من الصبح لليل انه خلصنا، وبالاخر وزعنا لهن هدايا يعني، والاشي كان كتير حلو. حلو لما يكون في رساله، يكون في تطوع بنفس المجال، كمان انت بتكوني مبسوطه بسعادتك اكبر. اهلك بدعموك بمجالك؟ اسمعي، في اشياء في اشياء لا، مثلا من البيت نفسه، انا بحكيش البيئه المحيطه، الاب، الام، الاخوه، شو بيحكوا لك كلمات تشجيعيه هيك؟ لا، مش انه بس انه فيش عندنا اي مشكله يعني. فهمتي كيف؟ انه بالعكس انا بامن انه كل انسان عنده اشي حلم انه يحقق، حتى ايش ما كان الصعوبات بالدنيا. الممثل الناجح مين هو يا ايات حسب رايك؟ اللي بيسمعش لغيره، اللي بيثق بحاله، اللي إذا عنده هدف يضل يساوي الهدف إيش ما صار يصير ورا يعني. مش حدا يحبطك بقول لك أنت فاشلة وأنت مش منيحة إنه أنا أرد عليه، لا بالعكس، أثبت حالي بأعمال اللي أنا بعملها. انتقلت من المسرح، رحت لأدوار ثانية بالتلفاز أو أدوار عبر اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي؟ كان لك أدوار أخرى تجارب؟ عملت فيلم بطول كرم كمان، وبنابلس بطول كرم. شو كان دورك؟ ايش اسمه كمان الفيلم؟ مش متذكرة. هو بيجي عن الجمارك وكيف بفوتوا، بيخلص مثلا اشياء خالصة تاريخها على المحلات وعلى الدكاكين، وكيف بتباع خالص تاريخها، وكيف الاشي بأثر. يعني هو فيلم توعوي أكثر، توعية أكثر. بوعيكي إنه مش وثائقي. لا مش وثائقي. فيه قصة مع توعية. مع توعية. إنه كيف الاشي بأثر. شو كان دورك؟ أنا بكون دور هناك بكون أنا بكون مع ابني طول الوقت.
بكتشف انه هو بغمى عليه لانه هو اكل اشي خالص تاريخه، معلبات خالص تاريخها، وبعدين بنوديه على المستشفى وبنكون معه طول الوقت وهيك. رحنا على المستشفى هناك. اكثر اعمالك اللي بتعتزي فيها؟ انا اكثر اعمال بعتز فيها اول اشي اللي هو لما اخذت عن جد الشهاده، ولما كنت مع الاولاد انا كثير يعني الاشي كثير بتعاطف، لانه انا تعلمت كمان عن هاي العالم، يعني انه ذوي الاحتياجات الخاصه، واشتغلت كمان معهن غير ما اعمل معهن فعاليات يعني، وهذا الاشي كثير ببسطني يعني، وبشجعني كمان اعمل اشياء تانية طبعا بتطوعات، انه انا مني بروح يعني، بديش انه مش ضروري حدا يقول لي روحي اعملي او هيك. جربت اعمل كمان اشياء تانية يعني، بس انه شو بتطمحي للمستقبل القريب؟ يعني السنه القادمه شو مخططه هيك اهداف معينه تصلي؟ انا حاليا بتعلم تمثيل وبتل ابيب، بتعلم تمثيل كمان، تمثيل بتعلق تمثيل على الكاميرا، قدام الكاميرا وكيف نحكي قدام الكاميرا، وكمان شيء بتعلق تقديم برامج. تقديم البرامج هاي زميلي من زميلي إلنا يلا لابق لك الكاميرا. تسلمي. وانا كثير حابه عن جد انه اشتغل بالمجال، لانه بحس حالي انه عندي الاشي، عندي انه انا بقدر اواجه وادير حوار بالضبط. الحق اللي يمنح للممثل، انت بتقولي عم تتعلمي تمثيل، في شغلتين حابه اسال عنهن. هل التمثيل كتدريس اليوم في الدولة هون عن جد يعني هو بمستوى يليق بالفنان العربي؟ والشق الثاني من السؤال، هل الحق اللي يعطى ويمنح للممثل العربي في الداخل كافي أو غير كافي؟ اسمع، أنا بحكي لك، أنا بحس التمثيل هون عندنا كل اللي بيتعلموا تمثيل بيقولوا لك إنه ما لقيناش شغل ومعنا شهادة والشهادة بالبيت. أغلبهم عن جد بيقولوا هيك، إلى درجة إنه بيقولوا لي شو بدك بهالإشي؟ مو فيش فيه شغل، بكسبش مصاري الصراحة. بس أنا مش هم المصاري، إنه أنا هم إنه أنا أنجح، أوصل الأفكار وبدي أوصل الرسائل اللي بتصير عندنا بالمجتمع، بالقضايا اللي مختفية. فهمتي كيف؟ يعني مثلا خصوصا سنة الكورونا أثبتت إنه الممثلين أكثر الناس انظلموا، خصوصا ممثلين المسرح. حكيتي يا ريت ما تعلمت؟ لا ولا مرة. لا بالعكس، يعني لأنه أنا حاسة بالإشي وبحب الإشي. لما الإنسان بحب الإشي حتى لو نتعلم وفيش منه شغل، بس بكفي إنه أنا عملت اللي أنا بعمله واللي أنا بحبه. بس أتأكد اللي بيسعى واللي بيدور على الفرص وبروح تلاها، ما بيستنى الفرصة تيجي لعنده، أكيد راح ينجح. يعني كثار بلشوا من الصفر ووصلوا. صح. وإن شاء الله بتكون لك هيك اسم لامع في سماء الفن، يعني ببلادنا وخارج البلاد. تسلم إن شاء الله. سؤال هيك، من يتعرش برأيك على مملكة التمثيل من ممثلين العرب بالعالم كله؟ بالعالم كله؟ لا بدك في عربي وفي أجنبي. لا بالعالم العربي كله. العربي بحكي عن العربي أكيد. اسمع، أنا بحب كتير السوريين، يعني تمثيلهم كتير حلو، قريب من القلب، يعني بلامس كتير، لدرجة إنه أنت تتحيري مين بدك تختاري، يعني لأنه هن كتير قريبين علينا وعلي للواقع، للحقيقة، واللي بيمثلوه عن جد حقيقي، يعني مثل عاداتنا وتقاليدنا وهيك، إشي حلو. فهمتي كيف؟ وتقريبا زي لبسنا بلبسه. ما في بس اسم محدد؟ لا فيش اسم محدد، بديش أظلم حدا، حرام يعني. العمل الآتي، العمل القادم لك بالتمثيل شو راح يكون ووين؟ وحكي لنا شوية أخبار. القديم أنا بعرف إنه يعني بشهر كمان، كم من شهر رح نسافر على الأردن. رح نقدم هناك عروض، أنا وكمان فرقة، اللي هو بكون المدير تبعها اسمه إياد عيسى، أنا مثلت معه الفيلم. رح نروح هناك نعرض كمان، وإن شاء الله بس أخلص كمان تعليم، أو بفترة تعليم ألاقي كمان إشي بالتلفزيون، لأنه كتير حابة. يعني بنتمنى لك إنك تكوني هيك إعلامية لامعة في عالم الإعلام والتمثيل أيضا، ونتمنى لك كل النجاح. أكيد شرفتينا، احنا وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم وحلقتنا لليوم كمان. كثير انبسطنا فيكي آيات. تسلموا، أنا كمان. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، لا تنسوا تعملوا لنا شير
شير.